وصول ساديو ماني أعطى قوة أكبر على مستوى الخط الهجومي للنصر. كرة باتجاه تاليسكا مار تاليسكا تمويه، تاليسكا تحضير لرونالدو. كرة يا إلهي، روعة يا كريستيانو. الله يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كرة، على لمسة، على سحر، على مهارة، على كريستيانو يضرب الهدف. روعة كبيرة، تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة، الكنترول، المهارة، اللمسة، التمريرة. كريستيانو موعد مع الأهداف، موعد مع الفرحة، موعد مع التألق، هذه المرة باليسرى في الزاوية اليسرى. رونالدو وفيا لأنصاره، رونالدو وفيا لأهدافه، رونالدو يعرف كل سنتيمتر في الضربة. جميلة لكريستيانو رونالدو، وما أدراك ما رونالدو بروعة كبيرة بضربة رائعة جدا. من قال أن رونالدو خلاص انتهى؟ هذا هراء بصراحة، وهذا ضربا من الجنون. رونالدو يضرب رقم بعد آخر ويتألق مباراة بعد أخرى. بي اس جي وإنتر وبنفيكا وغيرهم. لمسة أمامية تصل إلى تاليسكا، خيبري بكرة على جهة اليمين، تحرك من جانب سلطان الغنام في مكان خطير عند المساحة. مر الغنام بتسديد، كرة يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة. هدف جميل جدا يا نصر، بروعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة. قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته، الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة والنهاية. كنترول، شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين، الاندفاع للرجاء، ترك المساحات، اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية. سلطان يسجل الثاني للنصر، العالمي يضيف الثاني في هذه القمة العربية في مرمى الرجاء. بروعة كبيرة للظهير الأيمن، بروعة كبيرة لظهير بمواصفات هجومية، وسط شوارع، مساحات دفاعية. الفرحة نصراوية بهدف جميل بعمل كبير من الظهير الأيمن سلطان الغنام. نصر يعرف كيف يخرج وبالكرة بشكل جيد من مناطقه، ثم يبحث بعد ذلك عن المساحات وعن الثغرات وعن الفرص وعن الأهداف. بروزو يلعب الكرة إلى تيريز، يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالراس، بروعة كبيرة يا ولد. فوفانا والثالث يا نصر. الله أي متعة، أي كرة، أي عرضية يا تيريز. الضربة الرأسية أسمر يا اسمراني، جميلة من فوفانا. روعة كورة يا نصر، فن يا نصر، سحر يا نصر، عالمي يا نصر. الله الضربة يا فوفانا تيريز، جميلة فاتنة هذه العرضية. أي ارتقاء هذا يا سيكو. فوفانا بضربة ولا أروع، نصر ولا أجمل، عالمي ولا أمتع، نصراوية مدوية في مرمى الرجاء. أي كرة قدم نشاهدها اليوم لفريق كاسرو، أي طوفان سينتظرنا في موسم جديد. محاولة لمصلحة الرجاء، حلوة على جهة اليمين باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء. بروعة كبيرة كان العمل الفني، ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو. عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية، الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة، الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. في اللقاء الماضي لاجامي سجل في مرماه، هفوة قاتلة في مباراة الليلة، مادو سجل في مرماه. النصر بأخطاء فردية دفاعية، لكن هذا لا يقلل على العمل الكبير في هجمة الرجاء في الكرة الأخيرة والوصول إلى هدف أول بعد تمريرة زريدة والكرة من مادو في مرماه، وبعد ذلك تقليص